قم للصلاة الصلاة هي أول ما ينبغي أن يستقر في قلب المؤمن حتى يستجلب وحتى يستدعي رزق الله سبحانه وتعالى، أو بمعنى آخر أن المؤمن الذي يحافظ على الصلاة تكون بركته حلال، يكون مطعمه حلال ومشربه حلال، ويكون قد أدى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا معي أن الموظف الذي يتهاون في وظيفته ولا يؤديها بالقدر المطلوب كما طلب منه، يقول له زملاؤه: أطب مطعمك، أي حلل لقمة يومك. لماذا يقولون له حلل لقمة يومك؟ لأنهم يعلمون تماما أنه إذا ترك العمل وتهاون فيه فإن راتبه سيكون حراما، أي أنه يأخذ أموالا لا تحل له لأنه لم يقم بالأمانة كاملة. ولله المثل الأعلى. فكذلك الصلاة شكر على نعمة الله، فالذي لا يصلي ولا يحافظ على الصلاة يكون بذلك قد كفر بنعمة الله، أي أنه لم يؤدي شكر الله تعالى على نعمته، فكأنه يعيش على رزق لا يؤدي نعمته وشكره. ولذلك كان إبراهيم عليه السلام عندما أخذ أبناءه إلى واد غير ذي زرع ماذا قال؟ قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. إذن الشرط الأول للحصول على الأمان وللحصول على رزق الله أي الثمرات هي الصلاة. ولذلك كان يقول إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وكان يدعو للبلد التي هو فيها بالأمان، والبلد لا يتحقق لها الأمان إلا إذا كان أهلها أو إلا إذا كانت الأيدي التي تبنيها أيدي متوضئة. الأيدي المتوضئة هي التي تبني البلاد، وهي التي تحميها، وهي التي تحقق لها الأمان. ولذلك كان إبراهيم عليه السلام يدعو لتلك الأرض التي وضع فيها أبناءه: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لأن الأمن لا يتحقق لتلك البلد إلا باجتناب هو وأبناؤه لعبادة الأصنام. فكانت الصلاة إذن مصدر أمان للبلد. ولذلك فإن الجهات المسؤولة في بلادنا العزيزة مطالبة أن تحقق أمانها بصلاة مواطنيها وأبنائها. فالذي لا يصلي من أبناء هذا الوطن يعني أنه لن يكون حريصا على أمنه وأمانه، لن يكون حريصا على مقدراته ومكتسباته. سيتعاطى المخدرات، سيتعاطى الخمور والعياذ بالله منها جميعا، سيسعى إلى الإفساد في البلاد. التقيت قبل أيام قليلة ببعض متعاطي المخدرات، فسألته عن سبب تعاطيه للمخدرات، فقال: كنت أقوم الليل وأحافظ على صلاتي، لكن الله تعالى ابتلاني بشلة أو رفقة كما يسميها الشباب، شلة رفقة من الأصدقاء يسهرون إلى وقت متأخر من الليل، فاستمر سهري معهم إلى وقت متأخر إلى الساعة الثالثة ليلا، فبدأت أترك قيام الليل، بدأت أثقل عن قيام الليل، أي قيام الليل بالنسبة لي أصبح ثقيلا، فتهاونت في قيام الليل، تدريجيا تركته. ثم
بعد ذلك بدأت أتهاون في صلاة الفجر، تركت صلاة الفجر لأنني آتي في وقت متأخر ومرهق. ثم بعد ذلك عندما حل لي التهاون في ترك صلاة الفجر بدأت أتهاون في بقية الصلوات الأخرى، إلى أن وجدت نفسي أسلمها بكاملها لأصدقاء السوء، فدخلت في عالم المخدرات. ما هو السبب؟ ترك الصلاة. ولذلك فإن ترك الصلاة يسلم الإنسان للشيطان.